السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. النهارده جايلكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا في الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ باذن الله هناخد جولة في البطاش العجمي ونشوف اشهر شارع اللي هو الشارع الرئيسي بتاع البطاش. كمان هنشوف نموذج من الشقق اللي بتكون موجودة للإيجار المصيفي أو الإيجار الشتوي. كمان برضو ممكن تنفع إيجار سنوي. كمان هنشوف البحر والشواطئ، وطبعا عارفين ان العجمي دايما معظم الأوقات البحر بتاعها بيكون عالي والأمواج بتكون يعني مرتفعة وفيه سحب وكلام من هذا القبيل. ولكن في عز الصيف وزحمة الصيف في شواطئ شرق اسكندرية بتكون الدنيا هنا اهدى شوية في الشواطئ. اما بالنسبة في الشتاء بقى بيكون مفيش حد خالص ومفيش تذاكر، الدخول عادي كده مجانا. يا ريت منساش اللايك والشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. واكتبوا لنا تحت في الكومنتس حابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا احنا حاليا كده موجودين في شارع البطاش الرئيسي. ما شاء الله اللهم بارك، شارع طويل جدا كمان مليان محلات بقى كافة شيء، برضو زي شارع الهانوفيل الرئيسي كده بالظبط. كله بقى في مطاعم وفي كافيهات، في محلات ملابس، محلات موبيليا، محلات كل حاجة. كمان هناك متوفرة مدارس، متوفرة مواصلات بحيث الناس اللي عاوزة تنزل من العجمي على شرق اسكندرية وسط البلد يعني بمعنى أصح. تعتبر العجمي من المناطق الشعبية في اسكندرية. طبعا كل منطقة بيكون في منطقة برضو جواها كده يعني فيها فيلل وفيها تقفيلات. طبعا في ناس بتنزل على العجمي على طول من المحافظة اللي هي جاية منها، يعني ان هي جاية تصيف في العجمي، فبينزلوا على العجمي مباشرة وبياخدوا شقق على البحر عشان يصيفوا كده، او يشتوا بقى في الايام دي كده وقت الشتاء في الهدوء وفي مفيش زحمة والكلام ده كله. ولكن النقطة المهمة على قد ما في مواصلات تسمح ان ننزل من العجمي لوسط البلد او وسط اسكندرية، بتكون في مشقة شوية. طبعا الطريق بيكون طويل ومواصلات برضو ساعات بيبقى فيه زحمة لو وقت خروج مدارس او وقت خروج موظفين عموما، يعني حتى اللي نازلين بعربياتهم برضو هيكون في مشقة شوية. الاجواء امبارح والنهاردة الحمد لله في اسكندرية كويسة جدا والشمس طالعة وكله تمام وزي الفل. هنشوفه برضو البحر بإذن الله، واللي هو بيكون أهم حاجة بتشغل أي حد نازل اسكندرية إن هما هيقعدوا على البحر والشواطئ والكلام من هذا القبيل. البحر العجمي طول أو معظم الوقت طبعا بيكون في أمواج أو في سحب على حسب طبعا حالة الجو، ولكن هو بيكون بحر مفتوح. البحر اللي هو كده على قديمه ده بصراحة الواحد بيحب البحر اللي من النوع ده جدا جدا، لأن هو ده اللي الواحد عرفه منذ الصغر، او هو ده الواحد عاش وتربى عليه، ان هو كده على الطبيعة ما فيهوش حاجة في البحر، بصفائه بنقائه بكل حاجته زي ما هو. بس بالنسبة للناس اللي بتنزل تصيف بس مخصوص في العجمي ياخدوا بالهم من موضوع البحر والاولاد والكلام ده كله، لانه فعلا ساعات بيكون يعني البحر هايج جدا. كمان الرملة هناك مش قادرة اوصف لكم، احلى رملة في اسكندرية حرفيا موجودة في العجمي. يعني ممكن ما يشغلش حد الموضوع ده، ولكن الرملة خفيفة جدا كده وبودر وحلوة وبيضة بزيادة، يعني سبحان الله ما شاء الله. كل حتة وكل مكان في اسكندرية بيكون ليه جماله الخاص. كل ده ما زلنا مستمرين معاكم في الشارع، لسه بنتفرج على المحلات. قدامنا محل اسماك البحر برضو من المحلات الحلوة في الشارع ده. هتلاقوا باذن الله اكتر من محل واكتر من محلات مشويات يعني ومطاعم وحاجات كتيرة تحفة جدا. طيب بالنسبة بقى للي هيجي مواصلات لحد العجمي، تقدروا تاخدوا من المحطة او من الموقف الجديد في اسكندرية، او كمان في المنظرة بيكون في الاتوبيس العام كنا ركبناه قبل كده وعملنا جولة بيه. تاخدوه من هناك وتوصلوا لحد البطاش او الهانوفيل او كيلو 21. كل الاماكن دي برضو صورنا فيها كذا مرة. كمان في مواصلات من المنشية بتودي البطاش على طول. من محطة الرمل برضو في مواقف في اتوبيسات هناك بتروح، فيعني الدنيا سهلة ان شاء الله ومتيسرة. المشروع او الميكروباص او الاتوبيس اللي بتيجوا بيه بقى بينزلكوا على اول الشارع كده زي ما بدأنا الفيديو، وبتاخدوا تنية صغننة من اللي قدامنا دول بتدخل بيكوا الشارع. هنا قدامنا ده شارع الجمعية، برضو شارع الجمعية من الشوارع المعروفة، وفي تنيات على اوله كده بتدخل بقى الشارع اللي جوه يعني
كل حته ما شاء الله فيها مواصلات. كل عام وانتم بخير. خلاص فاضل حاجات بسيطه ويدخل رمضان علينا ان شاء الله بالخير والبركات. ان شاء الله هتشوفوا اجواء تحفه بقى. اسكندريه بتكون في حاله تانية مختلفه تماما اوقات رمضان، والشوارع وبقى الزينه، الاجواء نفسها، النزول كده بعد التراويح، يعني حاجات بقى وروحانيات وحاجات حلوة جدا ان شاء الله بإذن الله نشوفوها مع بعض. بداية من هنا بقى بإذن الله نبدأ ندخل على مدخل شواطئ البيطاش. طبعا البيطاش فيها اكتر من بحر وفيها اكتر من شاطئ يعني بمعنى اصح. طبعا الناس طول الوقت بتتساءل ليه العجمي دايما بتكون اسعارها ارخص بالنسبة يعني للشقق من اي مكان تاني في اسكندرية. الحقيقة مش كل مكان، على حسب المكان وحيويته. يعني لو في شارع رئيسي او في حاجة مثلا شارع حلو اكيد هيكون غالي كده. هنا احنا وصلنا وهنبدأ ندخل في الشارع على طول مباشرة، اللي بعد ما التونية نزلت. التونية بقى بتلف وترجع تاني. اسعار الشقق هنا 300 و300 وممكن تلاقوا اقل ان شاء الله. طبعا هنا بمعنى في العجمي يعني عموما. وهنتكلم بإذن الله عن ايجار الشقق في اخر الفيديو. طبعا على اليمين وعلى الشمال بتكون في شاليهات بقى كده او فيلل، وطبعا دخلة البحر دي بتكون يعني حاجة لا توصف بجد. جمال المنظر والهواء وريحة البحر، يعني هدوء اعصاب وراحة نفسية مش طبيعية. اول ما نقرب من البحر الواحد خلاص مش هيتكلم بجد علشان تحسوا بجمال الطبيعة، وهيفرق معاكم بإذن الله. طبعا زي ما احنا كده شايفين العمارات اللي بتكون قدام البحر او قريبة من البحر كلها بيحصل فيها تآكل كده زي ما احنا شايفين. تقريبا اول او تاني عمارة اهو، وشايفة البحر جانبي. واقل ايجار شهري ممكن تسمعوه اللي هو 2000، ده اللي احنا سألنا عنه يعني ولقيناه. طبعا زي ما احنا شايفين كده حاجة برضو سيمبل، اوضتين وصالة ومطبخ اهو برضو. كمان الإيجار اليومي بقى في الأيام دي اللي احنا فيها في الشتاء يعني بيكون حوالي 350 في الليلة. كل اللي أنا بحكي فيه ده كده البدايات، علشان كل ما بنعلى في المستوى أو بنجيب حاجة أفضل أو أحسن أو مساحة أكبر أو بقى عفش ونظافة وكلام من هذا القبيل، كل طبعا ما السعر بيغلى. ما سمعتش بصراحة حاجة أقل من 350 أو 300 في البطاش، على الرغم من الهانوفيل بيبقى فيه عادي شقق ب200 جنيه في اليوم بالنسبة طبعا للشتاء. طبعا كنا قايلين لكم اسعار الصيف باذن الله لما يبدا الصيف بقى نبقى نشوف الاسعار الجديده اللي نزلت. بس هي كانت صيف 24، صيف 2024 الاسعار كانت في رينج 600 و700، واحنا طالعين بقى على حسب مستوى الشقة. وطبعا الكلام ده بيكون زي ما قلنا في اليوم الواحد. طبعا وزي ما عودناكم اثناء تمشينا في الشوارع لما بنلاقي اي ارقام تليفونات او حاجة بنصورها برضو علشان لو حابين تسألوا حد هناك تسألوا في المكان يعني. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.